دخلت المستشفى على رجليها عشان تجري عملية جراحية، ولكنها خرجت من المستشفى دي على نقالة. هو ايه اللي حصل وايه الحكاية؟ يلا بينا عشان احكي لك التفاصيل الكاملة وايه اللي حصل بالتفاصيل في اصل الجريمة. اللي قدامكم في الصورة دي اسمها المهندسة نورزاد محمد هاشم، عندها 23 سنة من محافظة القاهرة. يوم 23 بالتحديد 23 يونيو دخلت المستشفى، احدى المستشفيات الخاصة طبعا بالقاهرة، عشان تجري عملية جراحية، وهي تركيب دعامة بالقناة المرارية باستخدام المنظار. ولكن طبعا بسبب خطأ طبي الجراح عمل لها ثقب في الاثنى عشر، وده عمل لها تسرب خطير جدا في تجويف البطن. والموضوع طبعا بقى فيه اهمال كبير جدا، واهملوا حالتها لمده يومين كاملين، وده طبعا عمل تدهور في حاله وظائف الجسم، وعمل لها طبعا تسمم دموي. ومحدش راضي يتدخل في الموضوع الا بعد ما جالهم استشاره من طبيب خارجي وقال لهم ان البنت كده في خطر. وهنا طبعا تم التدخل، قالوا لها طبعا يعني جراحه يعني صحيحه بنجاح ومفيش اي مشكله. ولكن بعد الجراحه دي دخلت في موضوع تاني خالص، وهو التنفس. وهنا الدكاتره كانوا عاجزين عن تشخيص الحاله بدقه، وما كانوش عارفين يتعاملوا معاها ازاي. بعد تدهور حالتها اعيدت للرعايه المركزه طبعا دون قرارات حاسمه اكتر من مره. وفي المره الاخيره يوم 6 يوليو بالتحديد، اللي هو كان يوم الاحد، بيقولوا ان البنت دخلت في حاله اختناق شديد جدا. وهنا طلبوا من طبيب الرعايه المناوب ان هو يتدخل في الموضوع، ولكنه رفض ان هو يحضر، وقال لهم مفيش داعي للمبالغه، الموضوع مش مستاهل كل ده. بنت دخلت في حاله صعبه جدا، وهي ان قلبها وقف لمده 45 دقيقه، وبعدها دخلت لمده اسبوعين فقدان للوعي، والبنت طبعا فقدت وعيها لمده اسبوعين. ويوم 22 يوليو البنت اتوفت. وطبعا بدل ما تطلع على المقابر للاسف الشديد طلعت على مشرحه زينهم، عشان خاطر طبعا التشريح وعشان خاطر يعرفوا سبب الوفاه، لان طبعا اهلها قدموا بلاغ للشرطه ان هم طبعا بيتهموا الطبيب دوت والمستشفى عموما باللي حصل. وزاره الصحه بقى طلعت بيان ان هم طبعا هيقفوا مع الحاله وهيشوف فعلا مين اللي غلطان ويتحاسب، وعايزين طبعا تقارير بتبين حاله البنت اثناء دخولها واثناء الجراحه واثناء برضو بعد الجراحه، عشان يعرفوا السبب بالظبط. وكمان هيراجعوا التراخيص بتاعه المستشفى، وهيشوفوا بقى ربنا يستر ويرجع حق البنت. سلام. ولو وصلت لحد هنا يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو عشان خاطر بس يوصل لغيرك ويسمعه، ويا ريت لو مش متابعني يكون شرف ليا انك تتابعني عشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه. مع السلامه.